بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في قناة الأسطورة في الجغرافيا السياسية والتاريخ. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على جزء مهم جدا في الفصل الثاني، وهو البناء السياسي والقضائي والإداري في عهد محمد علي. فلنبدأ على بركة الله. السؤال الأول بيقول: ترتب على إنشاء محمد علي العديد من الدواوين الحكومية. طبعا كلنا عارفين إن محمد علي عمل الديوان العالي والمجلس العالي ومجلس المشورة والمخصوص والعمومي، وعمل القانون الأساسي. الدواوين الحكومية اللي أنشأها محمد علي ترتب على إنشائها، يعني لما الدواوين كترت في عهد محمد علي إيه اللي حصل؟ هل دعم الدول الأوروبية لنظامه؟ طبعا الدول الأوروبية مش هتدعمه. إضافة أعباء مالية على الدولة؟ بالعكس، ده هو هيقلل الأعباء المالية. الاستفادة من خبرات السلطان العثماني؟ لم يلجأ محمد علي إلى السلطان العثماني. الحاجة إلى تنظيم العلاقات فيما بينها؟ المفروض هي الإجابة هتكون د، الحاجة إلى تنظيم العلاقات فيما بينها، لأنه أنشأ في الآخر القانون الأساسي عام 1837 لتنظيم العلاقة بين الدواوين واختصاصاتها. تمام كده. السؤال رقم 2: في ضوء دراستك لبناء الدولة الحديثة في عهد محمد علي، استنتج إنشاء ديوان المدارس. ركزوا يا شباب، إنشاء ديوان المدارس تم بعد التباحث معاه. يعني مين الهيئة الموجودة قدامكم المسؤولة عن المدارس؟ هل مجلس المشورة، ولا الديوان الخديوي، ولا المجلس المخصوص، ولا المجلس العمومي؟ طبعا هنا الإجابة المفروض هتكون المجلس المشورة. ليه يا أستاذ خدنا المجلس المشورة؟ لأن مجلس المشورة مسؤول عن الإدارة والتعليم في عهد محمد علي. السؤال اللي بعده: في ضوء دراستك استنتج يقع مقر رئيس ديوان البحر في عهد محمد علي. طبعا عندنا ديوان تبع القانون الأساسي اسمه ديوان البحر للأسطول، فطبيعي هيكون موجود في مناطق عمل فيها محمد علي أساطيل بحرية. طب هل الكلام ده في السويس، ولا في الإسكندرية، ولا في أسوان، ولا في القاهرة؟ طبعا يا شباب هتكون في الإسكندرية، لأنه قام بإصلاح الموانئ، وأهم هذه الموانئ كان ميناء الإسكندرية. السؤال رقم 4 بيقول: اختلفت تجربة محمد علي في الحكم عن تجربة المماليك والعثمانيين. اختلفت تجربة محمد علي في الحكم عن تجربة المماليك والعثمانيين فيها توسيع سلطة ونفوذ حكام الأقاليم، ولا إعادة هيكلة التنظيم الإداري للدولة، ولا زيادة نفوذ الطبقة الوسطى في البلاد، ولا مراعاة البعد الاجتماعي في فرض الضرائب. طبعا محمد علي كمل على نظام الحكم الموجود أيام العثمانيين والمماليك وحتى الدواوين الفرنسية، ولكن محمد علي أضاف لهذه الدواوين والمجالس التي أنشأها صفة التنظيم الداخلي، يبقى إعادة هيكلة التنظيم الإداري للدولة. تمام كده، يبقى الإجابة هنا ب. سؤال رقم 5 بيقول: يتمثل القاسم المشترك بين نابليون ومحمد علي تجاه تثبيت أركان حكمهم فيه. محمد علي ونابليون لما حبوا يثبتوا أركان الحكم عملوا إيه؟ اعتمدوا على مبدأ الشورى في اتخاذ القرارات، ولا الوعد بتمكين المصريين من حكم بلادهم، ولا تحقيق نهضة اقتصادية وفكرية وعسكرية، ولا اتباع سياسة التقارب مع أبناء الطبقة الوسطى؟ طبعا نابليون ومحمد علي يا شباب لما حب يثبت أركان الحكم بتاعه، ايه اللي حصل؟ طبعا عشان يثبت أركان الحكم في مصر اعتمد على الأعيان والعلماء. اعتمد على الأعيان والعلماء، وكلمة يعتمد على الأعيان والعلماء معناها هيتبع سياسة التقارب مع أبناء الطبقة الوسطى. يبقى هنا الإجابة هتكون د. السؤال رقم 6 بيقول: تشير اتجاهات محمد علي في نظام حكمه على تأسيسه لقاعدة الصك الاجتماعي، ولا دولة الفرد، ولا الرقابة الشعبية، ولا النظام النيابي؟ نظام حكم محمد علي بيقول إيه؟ إن محمد علي كان هو مصدر السلطة العليا في مصر حتى أوائل القرن، حتى قد إيه الكلام ده؟ محمد علي مصدر السلطة في مصر في أوائل القرن ال19، يعني معناها هو اللي في ايده كل حاجة، والدليل إن الحكم كان مطلق فرد أيام محمد علي. يبقى نظام الحكم في أيام محمد علي اسمه دولة الفرد، كل السلطات بتتركز في يد محمد علي. السؤال رقم 7 بيقول: يدل إنشاء محمد علي في أواخر حكمه 3 مجالس جديدة. طبعا محمد علي كل ما عمل مجلس أو ديوان جديد الهدف الأساسي منه يا هل إقامة نظام دستوري، ولا توسيع شؤون الدولة، ولا إقامة مجالس نيابية، ولا استمرار الحكم الديمقراطي؟ كل ما زادت يا شباب المجالس والمديريات في مصر والدواوين ده يؤكد على توسيع شؤون الدولة، توسيع شؤون الدولة أو زيادة شؤون الدولة. تمام كده؟ السؤال رقم 8 بيقول: سار محمد علي على خطى نابليون بونابرت عندما اتبع أسلوب. محمد علي عمل زي نابليون بونابرت اللي هو اتقرب من العلماء والأعيان وخلاهم يشاركوا معاه.
طيب، الأسلوب اللي اتبعه ده زي نابليون، طب من حيث يتبع أسلوب استعداء المماليك واستقطاب المصريين، ولا استقطاب المصريين وعداء بدو الصحراء، ولا مجاملة الدولة العثمانية وعداء المماليك، ولا عداء الإنجليز ومجاملة زعماء المماليك؟ أولا يا شباب تاخدوا بالكم من معلومة، محمد علي ونابليون تمام ما عملوش عداوة مع البدو، يعني السؤال رقم ب، الإجابة رقم ب ما تنفعش. كمان محمد علي كان خد بالكم كان في عداء مع المماليك، واخدين بالكم، لكن يا كان بيجامل الدولة العثمانية في بعض الأشياء وبعض الأشياء لا، تمام كده. والدليل إن الإدارة هيتم تمصيرها في بعض الأشياء في آخر عهد محمد علي. طب رقم د بيقول عداء الإنجليز ومجاملة زعماء المماليك، محمد علي ما لم يجامل زعماء المماليك. طب أمال إيه اللي عمله محمد علي شبه نابليون؟ يعني نابليون كان بيجامل العثمانيين، محمد علي ما جاملش الدولة العثمانية، تمام. لكننا عايزين حاجة وجه شبه وترابط بين محمد علي ونابليون. المفروض هنا يا شباب نختار ألف. ليه نختار ألف؟ كلمة استعداء المماليك، أيوة كلنا عارفين إن محمد علي ونابليون كان العدو الأول لهم المماليك، وكمان محمد علي ونابليون جربوا من العلماء والأعيان اللي هي الطبقة الوسطى، يبقى الاثنين اتبعوا نفس الأسلوب ألف، يبقى الإجابة هنا يا شباب ألف. السؤال رقم 9 بيقول اقرأ الوثيقة التي أمامك ثم تخير الإجابة الصحيحة. في عهد محمد علي تم وضع لائحة لنشر التعليم الابتدائي تشمل 27 مادة، ذكر فيها ضرورة إنشاء 50 مدرسة ابتدائية، منها 4 بالقاهرة وواحدة بالإسكندرية والباقي في أنحاء القطر المصري، لنشر التعليم بين طبقات الأمة. وقضت هذه اللائحة بأن يكون قضت يعني نصت على بأن يكون عدد التلاميذ بكل مدرسة بمصر والإسكندرية 200 تلميذ، وبكل مدرسة من مدارس الأقاليم 100 تلميذ، بكل مدرسة بمصر والإسكندرية 200 تلميذ، وبكل مدرسة من مدارس الأقاليم 100 تلميذ. المصدر عبد الرحمن الرافعي، عصر محمد علي، ده كتاب بتاع الدكتور عبد الرحمن الرافعي. طيب، الوثيقة السابقة ترتبط بأي من الهيئات الآتية؟ بص يا شباب، نصيحة أخ كده، طالما اتكلم عن التعليم وعن المدارس يبقى تجيب لي الهيئة المسؤولة عن التعليم والمدارس، وكلنا عارفين إن مجلس المشورة هو المسؤول عن الإدارة والتعليم، يبقى الإجابة هتكون مجلس المشورة. السؤال رقم 10 بيقول تمشيا مع اتجاه البناء والإصلاح رتب محمد علي وضع السلطتين التنفيذية والتشريعية عن طريق استدعاء الإرث السياسي. يعني محمد علي عشان يطور عشان يحط النظام بتاعه سواء في السلطة التنفيذية والتشريعية، استدعى الإرث السياسي لمين؟ يعني بالبلد كده حب ينفذ اللي عملوه مين؟ طبعا كلنا عارفين إن محمد علي سار على نظام العثمانيين والمماليك، ولكن أضاف مشى على نهج نابليون من حيث تطوير الدواوين في مصر وطورها كمان محمد علي. يبقى محمد علي كده بيحاول يحط التجربة الغربية. يعني ايه يحط التجربة الغربية؟ يعني يجرب تجربة نابليون بونابرت اللي هو الدواوين في مصر ومجلس المشورة اللي هو الشورى اللي هو تطبيق نظام الشورى. السؤال رقم 11 بيقول يا أنشأ محمد علي عدة دواوين لمساعدته في إدارة شؤون الدولة، جمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. مين في المجالس اللي عملها محمد علي كان بيجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية؟ بصوا يا شباب، أنا هقول لكم الإجابة هتكون إيه بالظبط وليه. الإجابة هتكون المجلس المخصوص. طب ليه أنا اخترت المجلس المخصوص؟ خدت المجلس المخصوص لأن الجماعة بيصدر قوانين وتشريعات ودي سلطة تشريعية، يبقى إصدار اللوائح والقوانين دي سلطة تشريعية، إصدار التعليمات لكافة المصالح دي سلطة تشريعية، يبقى إصدار القوانين واللوائح والتعليمات لكافة المصالح دي سلطة تشريعية، تمام. والنظر في الشؤون الكبرى للحكومة دي سلطة تنفيذية. فتكتبوا الحاجات دي تاخدوا بالكم منها. يبقى هو المجلس المخصوص بس اللي جمع ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، تمام كده يا شباب. وده سؤال مهم جدا خالص. السؤال رقم 12 بيقول من أقوال لويس ال 14 إنما الدولة أنا. لويس ال 14 بيقول أن الدولة، أن الكل في الكل هنا. مع أي من الحكام يتطابق القول السابق؟ طبعا يا شباب محمد علي وسعيد وتوفيق واسماعيل. هنا عندنا محمد علي. طب ليه نختار محمد علي انما الدولة انا؟ اقل حاجة هتقولها لما طبق نظام الاحتكار، اقل حاجة تانية هتقولها لما وضع السلطة التنفيذية والتشريعية وكان هو مصدر السلطة العليا في مصر. يبقى محمد علي بيقول انا الدولة، انا رقم واحد في الدولة، تمام كده. ده السؤال رقم 12. السؤال رقم 13 بيقول يعد من عناصر السلطة التنفيذية والتشريعية في عهد محمد علي
سؤال 13 بيقول يعد من أكثر عناصر السلطة التنفيذية والتشريعية في عهد محمد علي من حيث تكوينه من فئات مختلفة. يعني مين كان في هيئة عملها محمد علي في السلطة التنفيذية والتشريعية، يعني في المجالس والدواوين يا شباب، وكان فيها أكتر من فئة مختلفة. هنا يا شباب السؤال ده جميل خالص، هنختار هنا مجلس المشورة. طب يا أستاذ قول لي ليه اخترنا مجلس المشورة؟ هنا قلنا يا جماعة مجلس المشورة بيتكون من كبار موظفي الدولة والعلماء والأعيان، يبقى ثلاث هيئات مختلفين: كبار الموظفين والأعيان اللي هم ملاك الأراضي الزراعية ومتوسط الملاك، والعلماء احنا عارفينهم اللي هم بتوع الأزهر أو خريجي المدارس. تمام كده يا شباب؟ السؤال رقم 14 بيقول ايه السؤال رقم 14؟ ظهر تأثير الحملة الفرنسية على أوضاع مصر في عهد محمد علي من جهة إيه؟ لسه قايلين فوق إن محمد علي هيستفيد من الحملة الفرنسية، إن هو يستفيد من التجربة الغربية في تطوير النظام الحكم اللي هي السلطة التنفيذية والتشريعية. يبقى محمد علي قدر يستفيد من الحملة الفرنسية فيها في وضع السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لما طور نظام الحكم في مصر. 15 بيقول لها 15 عاد 15 حاول محمد علي الحد من سلبيات وجود إدارات مركزية في الحكم. يعني بالبلد كده يا شباب محمد علي في حاجات سلبية كثيرة موجودة في الإدارة المركزية أو وجود إدارة مركزية في الحكم. فعمل إيه؟ يعني بالبلد كده بيقول لك علشان محمد علي ينظم المجالس والدواوين عمل إيه؟ طبعا كلنا عارفين عشان ينظم محمد علي المجالس والدواوين المفروض يعمل القانون الأساسي اللي هو عمله سنة 1837 يا شباب، يعني في نهاية العقد الرابع طبعا من القرن 19. تمام كده؟ يبقى هنا يا جماعة إنشاء القانونية الأساسي. إنشاء القانونية الأساسي. السؤال رقم 16 بيقول يا 16: قام محمد علي بإنشاء دولة حديثة في مصر على النسق الأوروبي، وقد استعان بالخبرات الأجنبية أو الخبرات الأوروبية في أي المجالات الآتية كان نقل التجربة الأوروبية شكليا. يعني محمد علي هينقل التجربة بتاعت أوروبا بالظبط، بس هيبقى شكل. يعني إيه شكل؟ يعني كل السلطات في ايده هو، ومش يعني هيحط نفس النظام بتاع أوروبا. تمام. وهيبقى نظام شكلي. يعني يعني محمد علي السلطة كلها في ايده، هو اللي بيصدر القرارات، هو اللي بينفذ القرارات. تمام. يبقى البناء السياسي هنختار ليه البناء السياسي؟ لان احنا كلنا عارفين ان السلطة التنفيذية والتشريعية تبع البناء السياسي، وهو طبق في دواوين نابليون، ولكن كان نقل شكلي زي ما نابليون بونابرت نقل السلطة في مصر نقل شكلي. يعني ايه نقل شكلي؟ يعني السلطة كلها كانت في يد نابليون، ونفس الكلام كان في يد محمد علي. السؤال رقم 17 يا شباب وركزوا فيه: ظهر تحيز محمد علي بداية حكمه للعنصر التركي. تمام. وظهر ذلك من خلال، طبعا في بداية حكم محمد علي كان متحيز للعنصر التركي. هل ده ظهر في القضاء المصري، ولا في النظام الإداري، ولا في النظام الاقتصادي، ولا في قطاع التعليم؟ طبعا يا جماعة ظهر في النظام الإداري. كل الوظائف كانت في يد مين؟ الأتراك. ده اللي قلناه، ما عدا وظيفة شيخ البلد والعمدة والوظائف المالية، عشان تبقى فاهم كل حاجة. محمد علي في بداية حكمه اعتمد على العنصر التركي مش المصري، والدليل إن الأتراك مسكوا كل الوظائف ما عدا وظيفة العمدة وشيخ البلد، والوظائف المالية كانت في يد المصريين. سؤال رقم 18 بيقول: أي الهيئات التالية التي أنشأها محمد علي واتخذت طابع دولي؟ يا شباب طالما طابع دولي يبقى فيها مصري وغير مصري. طب نرجع كده للسلطات اللي عملها، هل مجلس التجارة ولا الحقانية ولا المشورة ولا الديوان المدارس؟ طبعا يا شباب لو ركزنا هنختار مجلس التجارة. اشمعنى يا أستاذ؟ لأن مجلس التجارة كان بيفصل في المنازعات بين المصريين وبعضهم، يعني التجار المصريين وبعضهم لبعض، أو بين التجار المصريين والأجانب. طالما قلت أجانب يبقى في طابع دولي، لأن كده طالما هيحل المشاكل بين المصريين والأجانب هيخش ممثلين عن الأجانب. تمام كده. السؤال رقم 19 بيقول ايه السؤال رقم 19؟ بيقول 19: ظهر حرص محمد علي على نقاء وشفافية نظامه الإداري من خلال إنشائه. طبعا محمد علي عايز يخلي النظام الإداري بتاعه فيه شفافية وفيه مصداقية. طب أنت هتعمل إيه؟ مجلس المشورة ولا الديوان العالي ولا المخصوص ولا الجمعية الحقانية؟ طالما في شفافية ونقاء يعني في عدالة، يبقى نعمل الجمعية الحقانية اللي هي تبع القضاء. طب اشمعنى اخترنا الحقانية؟ لأنها جمعية بمثابة تحاكم كبار الموظفين، يعني محاربة أي فساد. يبقى هنا يبقى في نقاء وشفافية وفي عدالة. تمام. السؤال رقم 20 بيقول إيه؟
يرجع هدف محمد علي من إنشاء الجمعية الحقانية. لسه قايلينها فوق، الجمعية الحقانية يا جماعة تحاسب كبار الموظفين، يبقى في رقابة إدارية ومفيش حد أحسن من حد، وطبعا ضرب يد الفساد، يبقى تحقيق الرقابة الإدارية. السؤال 21: شهد المصريون أول تجارب الممارسة شبه الديمقراطية. المصريين هيشاهدوا أول تجارب الممارسة شبه الديمقراطية، يبقى تختار لحاجة عملها محمد علي في البداية. أول تجربة للممارسة شبه الديمقراطية اللي هي السلطة التنفيذية والتشريعية، لازم هنا تكون حافظ تواريخ. في البداية هنقول تكوين الديوان العام 1824، تمام، يبقى ده 24,000. ديوان القاهرة ده كان أيام نابليون، تمام كده. تحديد رسوم التقاضي نفس الكلام نابليون. واجتماع دار المحكمة 1805. لكن أول تجربة شبه ديمقراطية كانت في عهد محمد علي، اللي هو تكوين الديوان العام اللي كان بينظر في كافة شؤون الحكومة. بس كده تاخدوا بالكم من دي. السؤال رقم 22: حاول محمد علي تحقيق العدالة الاجتماعية في تحمل المصريين أعباء نظامه الجديد من خلال تدريب الجنود المصريين. عشان يحقق محمد علي يحقق عدالة اجتماعية، عمل إيه يا جماعة؟ نحكي ونشرح وبعد كده ناخد الاختياري. محمد علي عشان يعمل عدالة اجتماعية يا شباب، عمل إعادة للتنظيم الإداري في مصر. إزاي؟ كانوا طبعا مصر مقسمة ل 16 إقليم أيام العثمانيين لما كان في حكم عثماني مباشر، لكن جاء محمد علي وقسم كل حاجة ل7. طب ليه؟ عشان يحقق المساواة ويخفف الأعباء المالية على المصريين. يبقى هو كده عمل إعادة التنظيم الإداري في مصر، يبقى إعادة الهيكلة الإدارية، هي دي اللي تحقق العدالة يا شباب. تمام؟ السؤال رقم 23 بيقول إيه؟ ظهر التداخل بين عمل السلطات في عهد محمد علي من خلال. يعني ايه التداخل بين عمل السلطات؟ يعني سلطة من هيئة تشترك مع سلطة من هيئة تاني. ظهر التداخل بين عمل السلطات في عهد محمد علي، يعني سلطة من هيئة تشترك مع سلطة من هيئة تانية. والكلام ده لو انت حافظ الدرس بالظبط هتلاقي فيه ديوان اسمه ديوان الخديوي، اللي هو كان بيشاركوا في نفس الوقت في الاختصاصات والمهام، اللي هو الديوان العالي. يبقى هنا ديوان الخديوي هو اللي كان في عهد محمد علي خلى فيه تداخل في السلطات، السلطة التنفيذية والتشريعية مع السلطة القضائية. 24 بيقول ايه السؤال 24 يا شباب؟ تعال نشوفه. شارك الشعب المصري لأول مرة في النظام السياسي من خلال. الشعب المصري هيشارك في النظام السياسي من خلال ايه؟ الثورة ضد ضرائب المماليك، ولا الدواوين التي أنشأها نابليون، ولا مجلس شورى النواب، ولا اختيار محمد علي واليا على مصر عام 1805. طبعا يا جماعة الشعب المصري شارك لأول مرة في النظام السياسي، تختار لي نابليون بونابرت. اشمعنى؟ لأن أول مرة المصريين يشاركوا في الحكم يكتسبوا خبرات كانت المشاركة في الدواوين، بالذات وبالأخص الديوان العام اللي علم المصريين نظام الشورى اللي هو عمله نابليون بونابرت. يبقى نختار الإجابة ب. 25 اختلفت سياسة محمد علي عن سياسة نابليون بونابرت تجاه. سياسة محمد علي اختلفت عن سياسة نابليون تجاه الموقف من المماليك. لا يا باشا، محمد علي ونابليون هما الاثنين كانوا ضد المماليك، يبقى كده محمد علي ما اختلفش عن نابليون. توطين عناصر البدو، محمد علي جرب البدو ليه، ونفس الكلام نابليون مع رؤساء العربان. شغل الوظائف القضائية ولا التقرب من الطبقة الوسطى؟ طبعا محمد علي اختلف عن نابليون في شغل الوظائف القضائية. ليه يا جماعة؟ نابليون عمل تغييرات في القضاء تختلف عن محمد علي خالص، والدليل ان نابليون خلى العلماء المصريين يتولون القضاء بدل من الأتراك. لكن محمد علي في القضاء خلى مجلس التجارة فيه ممثلين عن الأجانب. تمام كده؟ يبقى ده وجه الاختلاف بين محمد علي وسياسة نابليون بونابرت. سؤال رقم 26 بيقول ايه؟ ارتبطت أعمال الجمعية الحقانية بأي من مجالس محمد علي؟ يا جماعة الجمعية الحقانية كانت بتحاسب كبار الموظفين، يعني دار القضاء تحاسبهم. تمام؟ هل ارتبطت أعمال الجمعية الحقانية بأي من مجالس محمد علي بالمجلس العالي ولا المخصوص ولا المشورة ولا الديوان العالي؟ طالما الجمعية حقانية تابعة القضاء يبقى اختار مجلس مسؤول عن القضاء برضه في السلطة التنفيذية والتشريعية. طب مين المجلس المسؤول عن القضاء؟ المجلس المخصوص. طب يا أستاذ ليه اخترت المجلس المخصوص؟ علشان يا باشا المجلس المخصوص بيصدر اللوائح والتشريعات والقوانين. طالما أصدرت لوائح
يبقى وقوانين، يبقى أنت كده اتدخلت في القضاء. يبقى هنا ارتبطت أعمال الجمعية الحقانية 1842 بمجلس أو المجلس المخصوص في عهد محمد علي. السؤال رقم 27 بيقول: أي من مجالس محمد علي تمثل السلطة التنفيذية؟ أي من مجالس محمد علي تمثل سلطة تنفيذية؟ المجلس العالي ولا المجلس المخصوص ولا مجلس المشورة ولا الديوان العالي؟ بص يا شباب، هنختار هنا المجلس العالي. طب يا أستاذ ليه اخترت المجلس العالي؟ هقول لك أنا ليه اخترت المجلس العالي. عشان المجلس العالي يا شباب بينظر في شؤون الحكومة. تمام، طب ما انت عندك الديوان العام او العالي بينظر برضه في شؤون الحكومة، لكن المجلس العالي بيتكون من مجموعة من الأعيان ومجموعة من كبار الموظفين. طبعا المجلس العالي هنا سلطته تنفيذية عليا، طالما سلطته تنفيذية عليا يبقى هتنفذ قرارات محمد علي. طيب يا أستاذ قول لنا الخلاصة برضه، ليه برضه المجلس العالي سلطة تنفيذية؟ لأن هو دلوقتي يا شباب معروف بمجلس الوزراء، يعني مسؤول عن الحكومة. مسؤول يعني بيعبر عن الحكومة. بيعبر عن إيه يا شباب؟ عن الحكومة، اللي هو دلوقتي معروف بمجلس الوزراء. فده سؤال جميل جدا خالص. نخش عاد على الجزء الثاني وده مهم جدا: القوة العسكرية في الدولة الحديثة. السؤال الأول بيقول: مثلت أي من جهات مصر ملاذا آمنا لتشكيل نواة القوى البشرية المطلوبة في بناء الجيش الحديث في عهد محمد علي؟ يعني بيقول لك إيه هي أكتر منطقة في مصر محمد علي اختارها كانت بعيدة عن الاضطرابات وبعيدة عن كل المشاكل اللي ممكن تقابله. طبعا كلنا عارفين إن هو بنى مدرسة عسكرية في مدينة أسوان لإعداد الضباط النظاميين على النظام الحديث، وجاب لهم الكولونيل سيف اللي هو كان ضابط من أيام نابليون بونابرت. يبقى هنا هو اختار أقصى الصعيد اللي هو أسوان، اللي هو مين؟ أسوان. 2. أصابت أول الهزائم العسكرية أي من وحدات الجيش المصري في عهد محمد علي؟ ركزوا معاي. أول هزيمة عسكرية أصابت أي وحدة في الجيش في عهد محمد علي؟ هل أصابت قوات المشاة ولا القوات البحرية ولا سلاح الفرسان ولا القوات المدفعية؟ بص يا شباب، نصيحة لوجه لا تاخدوا بالكم منها وهنتناولها قدام مع بعضنا في حروب محمد علي. أول هزيمة اتهزمها وحدات الجيش المصري في عهد محمد علي كانت الهزيمة في اليونان بعد ما تم تحطيم الأسطول المصري في معركة نافارين 1827. يبقى القوات البحرية. طيب السؤال رقم 3 بيقول: ارتبط تواجد الجيش محمد علي في المورا بأي مما يأتي؟ طبعا جيش محمد علي كان موجود في المورا يا شباب اللي هي حرب اليونان 1824. تمام. طب ارتبط تواجد الجيش بتاع محمد علي في المورا بأي مما يأتي؟ ضمها للرابطة العربية ولا استعراض لقواته البرية ولا تحدي النفوذ الإنجليزي ولا وسيلة لإكمال الرابطة العربية؟ طبعا يا جماعة الجيش المصري، الجيش بتاع محمد علي كان موجود في المورا، ارتبط بوسيلة لإكمال الرابطة العربية، وسيلة لإكمال الرابطة العربية اللي هي دي اللي محمد علي كان يعمل ده، عايز يعمل دولة عربية قوية طبعا يقدر يحارب بها السلطان العثماني. تمام، ويقدر ينفصل بها عن السلطان العثماني. سؤال رقم 4 بيقول: اهتمام محمد علي ببناء وتجهيز الأساطيل فتح فرص عمل لأي من سكان مصر؟ يعني محمد علي لما بدأ يجهز الأساطيل ويبنيها اللي هي السفن البحرية والتجارية، خلى في فرص عمل لمين؟ لسكان الوجه البحري ولا سكان البدو ولا أهل النوبة ولا أهل الصعيد؟ طبعا يا جماعة سكان الوجه البحري اللي هي الإسكندرية ورشيد ودمياط، عشان عمل الأساطيل وعمل الترسانة في لصناعة السفن الحربية والتجارية في الإسكندرية ورشيد ودمياط اللي هي أهم الموانئ في مصر. تمام كده؟ 5. استفادت التجارة في ظل الاحتكار من تطور أي من أنشطة الجيش الحديث؟ أهم أنشطة الجيش الحديث يا شباب اللي هو إنشاء الترسانات البحرية اللي هو أماكن لصناعة السفن. يبقى التجارة استفادت طبعا التجارة، لأننا دايما بنقول حتى في بناء الأساطيل محمد علي إنشاء أساطيل استخدمها في النظام الحربي والتجاري. يبقى الترسانة البحرية. تمام. سؤال رقم 6 بيقول، ركزوا معاي: والي المورا علي بك الكبير محمد ابن عبد الوهاب. والي المورا اللي هو اليونان، علي بك الكبير اللي هو البقاوات المماليك، محمد ابن عبد الوهاب اللي هو الحركة الوهابية اللي هي الحجاز أو الجزيرة العربية. تمام. الأحداث التاريخية المرتبطة بالشخصيات السابقة تؤكد اتفاقهم على إسقاط الدولة العثمانية ولا سعيهم لتحرير بلادهم من الاستعمار
ولا رفضهم إدخال الحداثة لبلادهم، ولا تعارض مصالحهم مع الرابطة العثمانية؟ والي المورا يا شباب كان عايز يستقل عن السلطان العثماني، ودي هناخدها في حروب محمد علي. علي بك الكبير استقل عن السلطان. محمد بن عبد الوهاب برضه كان بينوي الاستقلال عن السلطان، اللي هي حروب الحجاز اللي هيروحها تصن ابن محمد علي. يبقى كلهم كانت مصالحهم ضد مصالح السلطان، يبقى تتعارض مصالحهم مع الرابطة العثمانية. دي دال. 7. أصبح جيش محمد علي جيشا وطنيا بعد فشله في تجنيد السودانيين، ولا تدريب الأتراك، ولا إنشاء مدرسة حربية، ولا حروب اليونان؟ لو أنت فاهم وحافظ بالظبط، هو ابتعد عن الأتراك والأرناؤوط، بعد كده بعد عن المصريين عشان الثورة، بعد كده راح للسودانيين، بعد كده طبعا راح للمصريين ونجحت التجربة. يبقى بعد السودانيين على طول يا شباب، يبقى بعد ما جند السودانيين وما قدروش يعيشوا مع ظروف المناخ، رجع للمصريين تاني. تمام كده، ودي مهمة جدا خالص. السؤال رقم 8 بيقول استخدم محمد علي مجموعة من الضباط الفرنسيين اللي هو الكولونيل سيف لتدريب الجيش المصري، وخاصة الضباط في المدرسة العسكرية التي أنشأها في أسوان. فبيقول لك السؤال استخدم محمد علي مجموعة من الضباط الفرنسيين لتدريب الجيش المصري، نتيجة إيه؟ واحد جاب ضابط فرنسي، يبقى أكيد هو عنده خبرة زيادة. هل عدم وجود أطماع لفرنسا في مصر، ولا خبراتهم في الحروب، ولا رغبته في الانتقام من بريطانيا، ولا تأثر المصريين بالثقافة الفرنسية؟ لا، هو جايب ضابط فرنسي علشان عنده خبرة أكتر، يبقى خبراتهم في الحروب الأوروبية، بالذات إن فرنسا دخلت حروب أوروبية كثيرة بعد الثورة الفرنسية. سؤال رقم 9 بيقول أي من حكام مصر تتفق توجهاته مع مضمون الشعار المقابل؟ الشعار ده بيقول يا يد تبني ويد تحمل السلاح، يد تبني ويد تحمل السلاح. مين من حكام مصر تتفق توجهاته مع مضمون الشعار المقابل؟ طبعا كان محمد علي بيبني مدارس وبيبني مستشفيات للضباط والجنود، وكمان في نفس الوقت بيطور الجيش، تمام، عشان يبني قوة مصر الذاتية. يبقى هنا يا جماعة العبارة دي بتعبر عن أفكار محمد علي. رقم 10 بيقول يا 10 إنشاء مدرسة الطب كان لخدمة الجيش، تمام، يد تبني، وظهر ذلك من خلال إجراءات محمد علي في إعداد وتجهيزها. محمد علي بيعمل مدرسة الطب لخدمة الجيش، وده ظهر في إجراءات محمد علي في إعداد وتجهيز الجنود، ولا الضباط، ولا الأسلحة، ولا الأسطول؟ طبعا يا جماعة هتختاروا لي الأسطول، هتختاروا لي الأسطول. ليه طيب يا شباب؟ علشان يا جماعة معظم المدارس اللي عملها محمد علي كانت مدارس بحرية، ماشي. زائد خد بالكم من معلومة مهمة جدا تاخدوا بالكم منها وتركزوا فيها خالص، إن محمد علي كان عايز يطور الأسطول تأثرا بإنجلترا وفرنسا في الوقت ده، فكان دايما بيعد أطباء للجيش. زائد عمل مدرسة المهندس خانة اللي يتوفر له خبراء لصناعة السفن، تمام. كل ده عشان يطور ايه الأسطول، يبقى ارتبط ده كله بإعداد وتجهيز الأسطول، تمام. 11 في مصر فإن الذي يحكم بإمكانه أن يغير التاريخ. المقولة السابقة لنابليون بونابرت، وهي تنطبق على أي من حكام مصر. يعني مين من حكام مصر قدر يغير فعلا التاريخ؟ هو الأسطورة محمد علي. ليه؟ محمد علي عمل اللي محدش عمله في كل حاجة، التطويرات والتقدم والازدهار، وخلى مصر دولة تعتمد على الصادرات أكتر، خلى مصر قوية عسكريا. وهو في الحصص الجاية هنعرف في الحروب بتاعت محمد علي إنه قدر يتوسع خارجيا، وقدر يقف في وش الدول الأوروبية وفي وش السلطان العثماني، تمام كده. 12 حرص محمد علي على إنشاء مصانع للأسلحة والذخيرة في مصر بهدف إيه؟ أنت لو قاري الدرس كويس، محمد علي عمل مصانع للأسلحة والذخيرة عشان ما يستوردش سلاح من الخارج. طب يعني هل عايز يوفر فرص عمل؟ لا. عايز يتجنب تقلبات السياسة الدولية؟ أيوه. طب كمل الاختيار. حاضر. فتح مجالات التصدير، ولا خدمة مصالح الباب العالي؟ يا باشا كلمة تجنب تقلبات السياسة الدولية يعني مش عايز استورد سلاح من حد، ممكن في يوم من الأيام ده اللي يتقلبوا عليا ما يدونيش، دي معناها كده، تمام كده يا شباب. السؤال رقم 13 استفاد محمد علي عند إعداد الجنود من إياه؟ من تجاربه في إعداد الضباط، ولا إنشاء مدرسة المهندس خانة، ولا استقرار نظامه الاقتصادي، ولا تطور علاقاته الخارجية؟ محمد علي استفاد محمد علي عند إعداد للجنود. طبعا محمد علي هيعمل إعداد للضباط في الأول، فطبعا الأتراك كان ينقلبوا عليه وهيعزلوه، فجعل لما يبني الجنود يعمل إعداد للجنود، قال له يا باشا
طب انا اللي خليني اروح للاتراك والارناؤوط؟ ما هم ممكن يبهدلوني خالص، ابعد عنهم يا باشا. يبقى هنا محمد علي استفاد عند اعداده للجنود من تجاربه في اعداد الضباط. تمام. لما جاي يجرب يعد ضباط للجيش وفي ناس هتنقلب على اللي هم الاتراك 1815، قال لي يا باشا ماليش دعوه بالاتراك لما اجي اعمل جنود، ولا ليه دعوه بالاتراك ولا الارناؤوط. تمام كده. ده السؤال رقم 13. 14 الحركة الوهابية اللي هو محمد بن عبد الوهاب اللي قلناه من شوية. حركة علي بك الكبير اللي هو علي بك الكبير. حروب محمد علي في الشام. يتمثل اللي هي بلاد الشام يا جماعة. يتمثل القسم المشترك بين المفردات السابقة في معاداة الرابطة العثمانية، ولا الاستعانة بقوى خارجية، ولا السعي لضم الشام، ولا تكون رابطة عربية. طبعا يا جماعة الحركة الوهابية اللي هي حرب الحجاز، وحركة علي بك الكبير اللي خدناها قبل كده ضد السلطان، وحروب محمد علي في الشام. كل الحاجات دي ارتبطت بيها. يعني ايه الحاجة المشتركة بينهم؟ انهم كلهم كارهين شكل السلطان العثماني. كارهين السلطان العثماني. يبقى معاداة الرابطة العثمانية. يبقى الإجابة هتبقى ألف، معاداة معاداة الرابطة العثمانية. 14. السؤال رقم 15 بيقول ايه؟ من خلال الصورة التي أمامك استنتج كان اهتمام محمد علي بالبحرية المصرية سابقا على اهتمامه بإعدادها. ركز. محمد علي اهتم بالبحرية المصرية، وده كان سابق يا. قال لك بدأ محمد علي إن يهتم بالبحرية المصرية من 1810. هل ده سبق إعداد الجنود، ولا إعداد من المصريين، ولا إعداد الجنود من المماليك، ولا الضباط من الأتراك، ولا الجند من السودان؟ طبعا يا شباب هنختار الضباط من الأتراك. ليه؟ لأن محمد علي لما حب يعد الجيش عمل خطوات. أول حاجة اهتم بالبحرية المصرية 1810. اهتم بالبحرية المصرية 1800 وكام؟ و10. تمام كده؟ تمام. بعد كده عاد حب يعمل إعداد للضباط 1815 وما نفعوش الأتراك. بعد كده عاد راح للمماليك 1820. بعد كده 1824 الجنود. يبقى البحرية المصرية كانت 1810، واللي يجي بعدها على طول إعداد الضباط من الأتراك وفشلت. يبقى الإجابة جيم يا شباب في السؤال رقم 15. السؤال رقم 16 عاد بيقول إيه؟ أولى السؤال رقم 16 بيقول أولى مهام البحرية المصرية في عهد محمد علي كانت على سواحل إيه؟ أول مهام للبحرية المصرية اللي هو حرب الجزيرة العربية. طب حرب الجزيرة العربية اللي هي المملكة العربية السعودية، اللي هي الحجاز، اللي هي الحروب الوهابية. طب طب دي كانت على سواحل إيه؟ طبعا البحر الأحمر. وهنا مغمضين عيننا يا شباب. السؤال رقم 17. يختلف مشروع محمد علي عن مشروع علي بك الكبير من حيث هل معاداة للدولة العثمانية؟ لا، الاثنين هيعادوا الدولة العثمانية. فشل التجربة الانفصالية. علي بك الكبير فشلت التجربة بتاعته، ومحمد علي هتنجح في البداية وتفشل في الآخر بعد تسوية لندن. يعني في الآخر فشلت. ولا مدى اتساع نفوذ الدولة، ولا التحالف مع والي الشام؟ طبعا يا جماعة محمد علي اتحالف مع والي الشام. علي بك الكبير اتحالف مع والي الشام اللي هو ظاهر العمر، بس مش عندك الاسم ده. لكن محمد علي مشروعه اختلف فيها في مدى اتساع نفوذ الدولة. مدى اتساع نفوذ الدولة. محمد علي، علي بك الكبير وصل لجزء من الشام والجزيرة العربية اللي هي الحجاز. محمد علي وصل للحجاز والشام كلها. وصل كمان لتركيا، حدود لتركيا، دخل الأستانة، اقترب من الأستانة عاصمة الدولة العثمانية. أنا آسف، اقترب من الأستانة، وكمان خد السودان. يعني محمد علي مشروعته أكبر من علي بك الكبير. يبقى مدى اتساع نفوذ الدولة في عهد محمد علي. ده السؤال رقم 17. 18. من خلال دراستك التاريخية من المتوقع أن يكون علي بك الكبير قد نسق مع من الدول الآتية قبل إعلان حركته الانفصالية. علي بك الكبير هينفرد بحكم مصر. تمام، دي تبع الفصل الأول. وهيستغل إن الدولة العثمانية بتحارب روسيا. خلاص، يبقى كده الكلام خلص. يبقى علي بك الكبير كان مظبط الأمور مع مين؟ مع روسيا يا شباب. 19. بتحليلك لإجراءات محمد علي لإعداد جنود للجيش تجد أنها ارتبط بها. عشان محمد علي طبعا بيعمل إجراءات كتير عشان يعد جنود للجيش. ده ارتبط بها. ارتبط باستكمال وحدة مصر والسودان، ولا إسراء الجيش بخبرات خارجية، ولا التوازن بين التتريك والتمصير، ولا الاستفادة من خبرات العثمانيين؟ طبعا محمد علي لما كان بيعمل إجراءات لإعداد جنود للجيش ما ارتبطش باستكمال وحدة مصر والسودان. تمام.
هو في الأول اعتمد على الجنود السودانيين، لكن وحدة مصر والسودان ده عشان الرابطة العربية. طب إسراء الجيش بخبرات خارجية، أيوة في إعداد الجنود للجيش ارتبط بإسراء الجيش بخبرات خارجية، والدليل لما اعتمد على الكولونيل سيف اللي هو يدرب الضباط في أسوان. تمام. طب جيم التوازن بين التتريك والتمصير، لا محمد علي في البداية كان الأتراك ماسكين كل الوظائف. طب وفي الجيش ابتعد عنهم خالص، وبعد كده يعتمد على المصريين في الآخر خالص، يبقى ما فيش توازن أصلا، وبعد عن الأتراك عشان الضباط حاولوا فكروا يعزلوه لما هو فكر يضمهم ويدربهم كضباط. طب الاستفادة من خبرات العثمانيين، محمد علي ما استفادش غير من خبرات الأوروبيين وخاصة فرنسا بس في إعداد الضباط اللي هو الكولونيل سيف. يبقى إسراء الجيش بخبرات خارجية هي الإجابة ب. تمام. السؤال رقم 20. أي من المؤسسات التي أقامها محمد علي تشبه في عملها وزارة الإنتاج الحربي حاليا؟ وزارة الإنتاج الحربي اللي هي خاصة بصناعة المدافع والبارود والأسلحة، خلاص يبقى ترسانة القلعة هي اللي بتصنع بارود ومدافع وخد عاد عندك عاد. تمام كده. 21. تتميز الجيوش النظامية التي أقامها محمد علي ب. تتميز الجيوش النظامية التي أقامها محمد علي ب. كلمة جيش نظامي يا شباب يعني جيش من مصر نفسه يدافع عن مصر، مش تجيب جنود غريبة وتدفع لها فلوس كمرتزقة. الجيوش النظامية اللي اعتقمها محمد علي تتميز بامتلاكهم أو امتلاكها قيم الولاء والانتماء، ولا سعيها لامتلاك مكانة سياسية، ولا طول مدة الخدمة، ولا ارتفاع مكانتهم الاجتماعية. هنا قلنا كلمة جيش نظام يعني جيش من البلد نفسها هو اللي يحمي البلد، مش تجيب جنود من بره غرب بتدفع لهم فلوس اللي هم المرتزقة، لأن كلمة جيش غير نظام يعني جيش مرتزقة تدفع له فلوس زي مثلا السودانيين. لكن الجيوش نظامية يعني يا شباب جيوش من البلد نفسها تحمي البلد زي دلوقتي في مصر، يبقى امتلاكها قيم الولاء والانتماء من أرض الوطن نفسه. يبقى 21 الإجابة ألف. تعالوا عاد نتكلم على بعض الأفكار المهمة في الجزء ده. إيه هي الأفكار المهمة في الجزء ده؟ بيقول لك من المتوقع أن يكون الطالب توصل إلى الآتي: اهتم محمد علي بالتعليم ارتبط بأهداف اقتصادية وعسكرية. اهتمام محمد علي بالتعليم ارتبط بأهداف اقتصادية. لجوء محمد علي لطلاب الأزهر لمناسبتهم لتحقيق أهدافه. طبعا محمد علي في البداية اعتمد على طلاب الأزهر والكتاتيب عشان هم يقدروا يحققوا أهدافه في الوقت ده، بس بعد كده يعتمد على خارج المدارس. أرسل محمد علي البعثات إلى إنجلترا فلم يخلط بين المواقف السياسية وتحصيل العلم. يعني محمد علي كان يبعتهم يتعلموا من إنجلترا وما بصش للجانب السياسي، لو واحد غيره بص للجانب السياسي مش هيبعت لإنجلترا وعايز يستفيد منهم. كانت مدرسة الألسن بمثابة وسيط حضاري، يعني وسيلة من وسائل التواصل الحضاري بين مصر والغرب اللي هي فرنسا بالذات. لأنها نقلت علوم وثقافة الغرب إلى مين؟ إلى مصر. أكثر الدول اللي اعتمد عليها محمد علي في بناء الدولة الحديثة فرنسا طبعا، لما حب يعمل جيش ونظام حكم وتعليم. الجيش اللي هو كولونيل سيف، نظام حكم يا شباب اللي هو الدواوين، والتعليم اللي هو إرسال رفاعي الطهطاوي ببعثات تعليمية لفرنسا واستفاد منهم في إنشاء مدرسة الألسن. ظهرت ازدواجية الفكر والثقافة في عهد محمد علي والتي يرجع جذورها طبعا للاستعمار الفرنسي أو الأوروبي، طبعا اللي هي الحملة الفرنسية، لأن تم تعميق أو زيادة ازدواجية الفكر والثقافة في عهد محمد علي اللي هو الخلط ما بين ثقافتين أوروبية وشرقية. قسم محمد علي مصر إلى 7 مديريات لتحقيق العدالة المالية، وقلنا التقسيم الإداري في أيام محمد علي عشان يحقق المساواة. الحقانية كان هدفها تحقيق النزاهة الإدارية، وتشبه حاليا هيئة الرقابة الإدارية. يعني هيئة الرقابة الإدارية قال لك هيئة الرقابة الإدارية دلوقتي بتحاسب الموظفين عن تقصيرهم أو عن أي مصيبة عملوها، برضو الجمعية الحقانية بتحاسب كبار الموظفين. يبقى دي هيئة الرقابة الإدارية. مجالس الأحكام هيئة ذات طابع دولي لوجود الأجانب. قلنا مجالس الأحكام يا شباب اللي هو مجلس التجارة. مجالس الأحكام اللي هو مجلس التجارة كان فيها بعض الممثلين الأجانب عشان بتنظر في القضايا أو النزاعات ما بين المصريين والأجانب. تمام. يبقى كده في وجود طابع دولي. قرار تعديل قانون الثانوية العامة من اختصاص المجلس العالي. اشمعنى؟ عشان تعديل قانون الثانوية العامة يا شباب اللي هو المجلس الوزاري. طب والمجلس العالي يعرف بمجلس الوزراء حاليا. السلطة التنفيذية والتشريعية تتمثل في المجلس المخصوص. قلناها دي في أثناء حل الأسئلة، لأن المجلس المخصوص يا شباب بيصدر تشريع قوانين ولوائح، دي سلطة تشريعية. تمام. والنظر في الشؤون الكبرى للحكومة دي سلطة تنفيذية. طب السلطة التنفيذية والقضائية كانت في ديوان الخديوي يا جماعة اللي هو كان بيمثل الديوان العالي.
مجلس المشورة يتشابه مع ديوان المدارس في الاهتمام بالتعليم، كلنا عارفين إن مجلس المشورة مسؤول عن النظام الإداري التعليمي، يبقى كده بيتشابه مع ديوان المدارس. بس الفرق إن مجلس المشورة اتعمل 1829 وده سابق لديوان المدارس 1837. القانون الأساسي الذي أصدره محمد علي يعد قانون إداري. طب ليه القانون الأساسي الذي أصدره محمد علي قانون إداري؟ لأن عارفين إن القانون الأساسي بينظم العلاقة والاختصاصات بين الدواوين والمجالس، زي بالظبط وزارة التربية والتعليم في الوقت الحالي، وزي ديوان المدارس سنة 1837 في عهد محمد علي. تمام كده يا شباب؟ كده يا جماعة في الآخر عايزكم تركزوا معايا في كل الأسئلة اللي بنحلها من ملخص المصدر، ومعظم الأسئلة دي بنسبة 90% هتلاقوها في ملخص المصدر نسخة 2024. يعني ركزوا في الأسئلة دي، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مفيش حاجة هتفوتكم بإذن الله في المادة، وهتحققوا كل أهدافكم. بس أهم حاجة نجتهد ونسيب كل حاجة على الله. ربنا يوفق الجميع، وندعو الله إن شاء الله تحققوا كل أحلامكم وطموحاتكم. وبالذات قناة الأسطورة لها الشرف إنها تقدم لكم أي محتوى تعليمي يكون كويس ليكم. مع الأستاذ أحمد مهران، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.